عايزه اقول لكم ان انا ناقصه العياط بسبب اللي حصل لي. فعايزاكم في الفيديو ده تواسوني قوي 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 وتكبروا في خاطري وتحطوا له لايكات كتيره جدا على الفيديو، حاجه كده تضيع الحزن اللي عندي شويه بكلامكم الحلو وبتعليقاتكم الحلوه وباللايك كده كمان بتاعكم الحلو اللي هيرفع لي الفيديو ده ويعوضني عن اللي حصل لي باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. عايزاكم كده تشجعوني باللايك بتاعكم الحلو وكمان كده بالتعليقات بقى الحلوة منكم اللي بتفرحني جدا جدا. وايه كمان، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم الاشعار اول باول. يلا نبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطي لايك وشوفي معايا روتيني هيبتدي ازاي وهنبتدي ازاي وهنعمل ايه، وباذن الله اليوم هيعجبكم جدا النهارده باذن الله. بس طبعا كلكم دلوقتي بتقولوا في عقل بالكم هي مالها دي، هي ناقصه العياط ليه وابتدت معانا المقدمه دي ليه؟ ايه اللي حصل لها؟ خليكم متابعين كده معايا علشان تعرفوا ايه اللي حصل لي، وهحكي لكم كده واحنا شغالين النهارده باذن الله. اول كده ما قلت بقى انا بحب الصراحه وانا في الحمام اروح ماسكه كده غسله سريعه كده، اللي هو الغسله اليوميه، الحاجات اليوميه يعني اللي احنا بنعملها في الحمام بتاعنا. انما طبعا بيبقى في غسله تانية بقى اللي هي بتحتاج بقى مجهود، بتحتاج بقى نظافه فعلا كده من الاعماق. فانا النهارده غسلت كده معاكم غسله سريعه، جبت معاكم الحوض بس انا غسلت الحوض والتويلت بقى والبانيو والارضيه. وبحب برضو كده وانا بغسل البانيو اروح غسله الحيطان اللي هي جنبه كده على طول، لانها طبعا بتغير بقى من السخونه بتاعه الميه والصابون والشامبو والحاجات دي كلها، فبتخليها كده تغير معاكي. فبحب ان انا اغسلها كده على طول. اعملي الحاجات دي يوميا كده او يوم بعد يوم، اللي هي الحيطان دي الصراحه بتخلي كده الحمام بتاعك ليه رونق حلو وبيكون نضيف جدا جدا. وبعدين بقى الصراحه غسلت بقى اسناني اللي كتير مننا جدا جدا يعني الصراحه بتسهل عليه كده في يومه. ممكن مثلا نغسلها مره ولا حاجه في اليوم، لما لا حاولي ان انت تغسليها مره اول ما تقومي ومره قبل ما تنامي. مش هقولك بقى بعد كل وجبه والكلام ده كله، لان احنا الصراحه ستات بيوت وملناش خلق بقى اللي هو كل شويه ادخل اجري على الحمام اغسل سناني، ادخل اجري على الحمام اغسل بشرتي. ما يعني الصراحه انا ما عنديش كده هي مره او اتنين في اليوم كده وخلاص. بس واغسل برضو كده كمان بشرتي اهي. بستخدم ايه لبشرتي؟ بستخدم اللي هو غسول غارنيه. لحد الان مريحني وكويس، بس عايزه اجرب حاجه تانية بداله. اجرب برضو اللي هو ايفا ده، اللي جربه يقول لي برضو عليه كده في الكومنتات حلو ولا ايه نظامه. لو كده هبقى اجربه باذن الله. في كومنت جالي سخيف جدا جدا جدا، يعني بصوا في كومنتات بتجيلي كتير قوي يعني الصراحه، بس انا مش بحب ان انا ارد واقول مثلا دي قالت ودي عادت ودي عملت. بس الكومنت ده الصراحه استفزني. مش هقول لكم بقى اللي هو ضايقني، لا لا لا، مش للدرجه اللي هي يعني استفزتني في الطريقه اللي هي بتتكلم بيها. طب انت فاكره مثلا انت لما تكلميني كده انا مثلا دلوقتي خلاص هاحبط بقى وهتضايق من طريقتك دي وهروح قافله قناتي؟ لا طبعا. بصي انا اكبر من كده بكتير جدا جدا، ودماغي اعقل من كده بكتير جدا. بتقولي انت بترغي كتير قوي وبتقعدي تبلعي ريقك كتير قوي في الفيديو، انت رغايه يعني محتوى يعني التعليق بتاعها. متابعة حبيبة قلبي دخلت وردت عليها بتقولي ده غيرانة. والله غيرانة مش غيرانة. بصوا انا مبتديه معاكم قناتي، انت انا ده اسلوبي ودي طريقتي وده هو انا كده، دي شخصيتي. عاجبين يعني عاجبكم ان انتوا تتقبلوني بالشكل ده، يعني عادي خير وبركه ومفيش اي مشكله. مش عاجبك يا حبيبه قلبي يلي علقتي وانا مش عاجباكي، والله بصي انت ممكن تلغي الاشتراك دلوقتي حالا وتطلعي من عندي خالص. ماليش خلق الصراحه اقعد احايل ودادي وادلع واهنن، يعني الصراحه ماليش خلق خالص يعني. بس ان حبايب قلبي بقى واخواتي ومتابعيني اللي موجودين معايا، انتوا اصلا على راسي من فوق، انتوا كلامكم كده بلسم كده اهو. وبالنسبه للامل اللي انا قلت فيه اكونت باسم امل داخلالي وبتقول انا اخدت اللينك بتاعك وشيرت في الجروبات، طلع مش اسمها امل معلش بقى انا عندي زهايمر، هي اسمها اسماء. فبحبك جدا جدا يا اسماء، هي لسه داخلالي جديد بس انا حبيتك قوي قوي من كلامك الحلو. ربنا يخليكي. وام صلاح اللي داخلالي برضو فرحت والله بكلامك يا ام صلاح، ربنا يخليكي يا رب. فيا رب كده ما تحرم منكم ابدا ابدا يا رب، وتفضلوا معايا كده على طول. خليكم بس متابعين معايا في الفيديو ده علشان هقول اسماء كتيره في الفيديو ده باذن الله. احنا فطرنا كده برضو الحمد لله، كنا جايبين فول كده جاهز يعني من بره في سندوتشات، فطرنا بيه. وعملت كده برضو كوبايه شاي، قلت اشرب بقى كوبايه شاي كده علشان نشوف اللي احنا هنعمله النهارده مع بعض باذن الله. كان عندي بقى الرف ده، قلت هنزل الحاجه اللي فيه وهمسحه كده من التراب، لان النهارده هعمل كده تغييرات بسيطه جدا في المطبخ بس هتفرحني وتسعدني. الفيديو ده اصلا نزل لكم متاخر، المفروض الفيديو ده كان نزل لكم من الاسبوع اللي فات، بس في فيديوهات كده بعملها وبكسر الصراحه عن منتجها.
بمناسبة بقى المونتاج وبمناسبة الفيديوهات، هقول لكم انا زعلانة ليه، وبقول لكم واسوني ليه وكل حاجة. انا دلوقتي كنت مصورة فيديوهات ومصورة فيديوهات حلوة، وكنت في فيديو كمان كنت مصوراه حلو قوي قوي، كان هو هينزل لكم في نفس اليوم اللي هنزل لكم الفيديو ده فيه. والصراحة يعني شاء القدر كده اهو، ورحت عاملة اعادة ضبط مصنع للموبايل. وانا بقى في دماغي ان انا عامله اعاده ضبط مصنع للموبايل، الحاجات هتفضل لي موجوده على الحساب. اتاريني انا اصلا ما كنتش عامله نسخ لل... للفيديوهات اللي عندي والصور والحاجات دي، ان هي تفضل على الحساب. فبفتح كده اهو الموبايل، لقيت كل حاجه طارت، الاسماء اتمسحت والصور والفيديوهات، وكان في حاجات صراحه كنت حباها قوي ان هي تبقى موجوده عندي على الموبايل، لقيتها خلاص طارت خلاص بالسلامه. عايزه اقول لكم ان انا زعلت جدا جدا. حساب الانستا بتاعي برضو اتمسح، حاجات كتير قوي. قعدت عملت حساب تاني، وبعدين رجعت الحساب، قلت الحمد لله الحساب رجع. طب الفيديوهات هرجعها ازاي؟ مش الفيديوهات مش عارفه ان انا ارجعها خالص. فشوفوا انتوا بقى، يعني تعب تصوير وتعب مونتاج. انا كنت منتجه الفيديوهات يا دوبك بس على تسجيل الصوت، كنت مظبطه يعني يعني الفيديو نفسه، يعني كنت مظبطه عليه كل حاجه، والكلام بقى اللي هكتبه، كل حاجه كنت مسرعاه وكده. بس كان باقي ان انا اسجل الصوت وارفعه على اليوتيوب. يشاء القدر ان انا اعمل ضبط المصنع ويروح حذف بقى كل حاجه. يعني متخيلين موبايل كل حاجه تتحذف من عليه؟ كنت مصوره كذا فيديو. انا من عادتي ان انا مش بصور معاكم، مش لازم انا يعني انزل لكم الفيديو بتاعي امبارح على طول. لا، انا ممكن اصور فيديوهين في يوم، مثلا روتين صباحي وروتين مسائي. يعني مثلا الاقي في اجمالي فيديوهات عندي وبنزل لكم كل يوم واحد بس. فالاقي بقى كله اتمسح. فالصراحه كانت صدمه بالنسبه لي. عايزه اقول لكم ان انا كنت ناقصه العياط والله في الوقت ده. بس اللي هونت عليا ربنا يخليها لي كده يا رب، وتفضل معايا على طول. ولا هي جت قالت لي الحمد لله، قولي الحمد لله ما فيهاش حاجه، اهم حاجه ان القناه كويسه. ان الصراحه كان عندي في نفس اليوم ده في نفس اليوم الصبح كان عندي مشكله بسبب القناه والحساب والكلام ده كله. فجت قالت لي لا عادي، ما يهمكيش اي حاجه، الفيديوهات هتتصور تاني ومفيش اي مشكله، اهم حاجه ان القناه كويسه وان الحساب بتاعك شغال عادي والكلام ده كله. فيلا هونت عليا والله العظيم بكلامها ده. فربنا يجعلك كده معايا على طول باذن الله يا رب يا ولاء. فقلت الحمد لله يا رب، الحمد لله. فانا عايزاكم بقى ترفعوا لي الفيديو ده بالله عليكم، بالله عليكم، انا مش طالبه اكتر من كده. بالله عليكم ترفعوا لي الفيديو علشان يعني يتشاف ويعوض كده اللي حصل لي في الفيديوهات اللي هي اتمسحت من عندي دي. يعني اقول لكم ايه، يعوضني شويه بس. فهنعمل بقى كده مع بعض. معلش رغيت معاكم، انا رغايه معلش. هعمل بقى كده ايه، نضفت كده معاكم اللي هي الرف اللي بتاع المجات، ونزلت المجات وظبطتها. ومسكت كده برضو الرخامه، شلت من عليها اللي انا كنت عاملاهم بتوع السكر والشاي والقهوه والحاجات دي، غيرتهم. وكان عندي طقم تاني كده رحت حطاهم فيهم. اللي انا بفضيه ده كمون، كان عندي كده كنت ضرباه في المطحنه. فبفضيه بقى كده اهو في العلبه بقى بتاعته، علشان احطه بقى كده في مكانه، واغسل بقى العلبه دي بس. نعم يا تنتوتو. اه ماشي يا عسل. سامعين انت بتقول لي ايه؟ بتقول لي انت سجلي. بس فهشيل بقى كده كل حاجه عندي على الرخامه هشيلها، وهمسح كده الرخامه، مش هصبنها بقى ولا حاجه، وانا همسحها بس كده بفوطه فيها ميه. وبعدين هرجع بقى كده الحاجه بتاعتي على نظافه. انا بحاول بقدر المستطاع ان انا ما احطش عليها حاجات كتيره، فهي برضو ما عليهاش حاجات كتيره للدرجه اللي هي. التنظيفه بتاع الرخامه دي الصراحه لما بشيل كده كل الحاجات اللي عليها كده كلها مره في الاسبوع، واروح عاملاها منضفاها واروح مرجعهم تاني، الصراحه بحس كده المطبخ بتاعي نور، بحس ان المطبخ بتاعي فيه شكل حلو كده اهو، بحس يعني ان في حاجه اتغيرت فيه. فانا عايزاكم برضو تعملوا كده، تعملوا يعني حددوا لنفسكم كده يوم في الاسبوع تنظفوا مثلا في اوضه، تنظفوا في حاجه، علشان تحسوا بتغيير كده في الشقه يعني عندكم، او في الاماكن اللي انتوا بتنظفوا فيها. انا في اليوم ده نظفت كده المطبخ، ورحت عامله المطبخ، ظبطته وخليته زي الفل. ده كان يوم اربع. وصبحت يوم الخميس لقيت نفسي كده قايمه مش مظبطه، والصراحه كده زهقانه، ورحت قلبه الشقه عليها واطيها ومخليها كده بشكل تاني خالص، ومظبطاها كده وخليتها زي الفل. ونزلتها لكم برضو كده كمان في فيديو كنت انا منزلها لكم، وعجبتكم يعني الصراحه وكده. يعني تغييرات بسيطه جدا جدا، بس بحس كده فيها بتغيير عندي كده شويه في الشقه، في الاماكن كده اللي عندي. يعني عارفين لما بشيل مفرش بس بتاع السرير ده واحط مفرش بداله تاني،
عايزه اقول لكم ان انا بحس ان الاوضه اتغيرت 180 درجه، وبحس كده بشكل مختلف فيها خالص. فانتي حاولي تنسقي كده الحاجه، مش هقولك يعني لازم تجيبي حاجات غاليه وكل شويه تجددي وتجيبي حاجات من بره وسعرها غالي والكلام ده كله. لا، انت ممكن تجددي من قلب بيتك. يعني ممكن مثلا لو عندك باسكت، يعني عندك باسكت بقالها فتره، ممكن تجدديها، تجيبي لها قماشه مثلا، تجيبي لها حاجه. انا قصدي الباسكت اللي هي بتاع اللي بتحطيها في الاوض يعني وكده، تعملي لها تل، تعملي لها شريط ستان، تعملي لها اي حاجه تجددي بيها كده الشكل. ممكن تجددي في حاجات بسيطه جدا جدا، او تعملي حصاله زي ما احنا عاملين كده. عايزين نفتح الحصاله بتاعتنا مع بعض باذن الله على دخلة السنة الجديدة. شجعوني بقى كده ونفتح الحصالة مع بعض. خلاص، يلا ربنا يسهل الحال كده ليا وليكوا يا رب كده بإذن الله، وندي افكار كده دايما لبعض حلوه، تفيدنا بقى في يومنا وفي حياتنا. علشان الناس اللي بتقعد تقول ايه فايده قنوات اليوتيوب، قولوا لي بقى كده انت بتعملي ايه يفيدني. انا هقول لك انا بعمل ايه يفيدك. اللي انا بعمله ان انت لو قاعده كده قايمه من النوم لسه وماسكه موبايلك وقاعده بتقلبي مثلا فيه، عايزه تشوفي قنوات الطبخ مش عايزه تشوفي قنوات الروتين، يقوم مثلا عنواني بتاع الفيديو بتاع الروتين بتاعي يشدك كده. اهو انا نظفت، انا ظبطت، انا عملت. تفتحي الفيديو، بدل ما انتي ما كنت قاعده كسلانه وقاعده حاطه ايدك على خدك وعماله تقلبي كده في الموبايل وخلاص، هتلاقي كده نفسك قمتي واتشجعتي وقلتي لا انا مش هينفع افضل قاعده كسيله، انا اخدت كده باور واخدت طاقه وعايزه اخلص كده كل اللي ورايا. عرفتي بقى انا ايه فايده قناتي على اليوتيوب؟ انا بخليكي تتشجعي وتتنشطي وتخلصي كده كل اللي وراكي. بخلي جوزك يدعيلك ان انت منظفه له شقته ومظبطه له كده ولاده، وشايفه يعني شايفه شغل بيتك، وشايفه كده كمان مصلحته، وشايفه يعني شايفه كل حاجه مفروض تتعمل على كل زوجه وست بيت لازم تعملها. على فكرة في ستات بيوت ما بيحبوش ينظفوا، ما بيحبوش يعملوا حاجة، عايزين يفضلوا طول النهار والليل قاعدين على الموبايل وخلاص. انا ما ببالغش والله، بس في ناس في ناس كده فعلا ما بتحبش تنظف، مش عايزة تعمل اي حاجة. ممكن تجيب لها واحدة كده تيجي لها كل اسبوع او كل 10 ايام تنظف لها شقتها وخلاص على كده. ولو حد من ولادها بقى وقع حاجة في الأرض أو دخل المطبخ يبقى ليلته سودة. انت ايه بتعمل ايه؟ علشان هي بتدفع فلوس وبتجيب حد ينظف لها ويعمل لها، فمش عايزة ولادها يتنفسوا خالص في الشقة ولا يعملوا اي حاجة، كبت حريتهم مش عايزاهم يعملوا حاجة. دي جزء من الستات. في جزء تاني من الستات اللي يبهدل يبهدل واللي يوقع يوقع، ما بتلاقيش اصلا اي حاجه في مكانها. عمرك ما تعرفي تفتحي كده دولاب وتطلعي منه طقم على بعضه. اللي لقيتي فردة شراب ما بتلاقيش اختها، اللي لقيتي بنطلون ما بتلاقيش الباضي بتاعه. فاللي هو حالهم مشقلب وكيانهم كده مقلوب حاله. فلا، انا فايدتي وفايدة كل قنوات اليوتيوب ان احنا بنشجعك. الموضوع مش موضوع فلوس وعايزين نقبض والكلام ده كله بس، لا احنا بصوا، انا لما فتحت القناه انا كنت واخداها الاول تسليه، كنت واخداها كده حاجه لعبه مش عارفه ايه. هبقى اكلمكم في الموضوع ده باستفاضه كده في فيديو تاني باذن الله، عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو ده. المهم يعني لما جيت اشتغلت في مجال اليوتيوب وكده، الصراحه حبيت المجال وجيت قلت طب وليه مثلا ما اعملش ده. وحتى لو يعني القبض مثلا لو هقبض منه او كده، وانا لسه ما قبضتش ولا اي حاجه، بس لو هقبض منه يبقى هقبض منه، وكمان هاخد دعوه حلوه من الناس اللي بتدعي لي. انا بيوصلني كده دعوه حلوه قوي قوي قوي، فربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرم منكم ابدا ابدا يا رب، اللهم امين. وكان في واحده حبيبه قلبي داخله لي متابعه بتقول لي انا بنتي اسمها علا، ربنا يخليها لك كده يا رب وتشوفيها كده احلى واحده في الدنيا يا رب، اللهم امين. انجي عادل برضو كانت بتقول لي اعملي لنا جوله في الدولاب بتاعك. حاضر من عيوني، انا كنت عامله اصلا معاكم قبل كده الدولاب وكنت منضفاه معاكم كل حاجه، بس باذن الله هبقى اعمل لكم كده جوله ليه وابقى اوريه لكم. ام ريتاج حبيبه قلبي ومتابعتي واختي، ربنا يخليكي ليا يا ام ريتاج، مش عايزاكي تغيبي عني كده خالص، وعايزاكي تبقى موجوده معايا كده على طول باذن الله. وشوق الورد وحشاني وحشاني وحشاني، انت فين يا بنتي؟ عايزاكي تبقى موجوده معايا كده على طول وما تغيبيش عني خالص. حبايب قلبي اللي ابتدوا يدخلوا لي بقى تاني اهو، فانا بتوحشوني قوي قوي، وعايزاكم كده تبقوا متواجدين معايا دايما، ويا رب كده اكون خفيفه على قلبكم وما تكونش بتملوا مني زي اللي قالت عليا في الفيديو دي بتقول لي انت رغايه قوي. فيلا مش مشكله، انا مسامحاها والله. هوريكم بقى كده التغييرات، بس التغييرات دي انا للاسف ما عرفتش اصور في اليوم ده، ما صورتش والله. الفيديو ده اللي نزل لكم اصلا كان بتاع يوم الخميس، انا يعني واخده لكم المقطع ده منه كده. هوريكم بس المطبخ انا عملت ايه فيه، وهوريكم برده كده معاه بره الشقه بالمره. يعني انا في اليوم ده فصلت بقى، ما عرفتش ان انا اصور الصراحه خالص، ما صورتش بقى في اليوم ده خالص. يعني وقفت معاكم لحد التنظيف وكده اهو،
وجيت بقى عشان اوريكم التغيير اللي انا عملته، ما عرفتش بقى اوريه لكم، فمش مشكله اديني هوريه لكم اهو. شايفين بقى التغييرات اللي انا عملتها بره؟ شلت كده الدواسات حطيتها هنا، وكمان جبت السجاده اللي هي المدوره دي، رحت حطاها هنا كده في الطرقه، عطت برضو شكل حلو كده وغيرت كده في الشكل كده شويه. نحط كده المج بتاعنا بتاع النسكافيه ده، كنت عاملاه كده في يوم الخميس، يعني الروتين ده كان روتين يوم الخميس. وهوريكم كده برضو الشقه برضو اهي. لحبايب قلبي اللي ما شافوش الفيديو هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت، يبقى ادخلوا كده على الفيديو وشوفوه، هيعجبكم جدا باذن الله. بس كده خلاص. برضو هنا اهو الصالون برضو كنت مغيره كده فيه السجاده اللي كانت هنا، وحطيت بدلها السجاده اللي هي بتاعه اللهم صل على النبي، اللي هي كانت بتاعه اوضه النوم. حسيتها كده يعني ماشيه شويه، بس شكلها برضو يعني اللون مش ماشي قوي، بس اللي هو ماشيه بنسبه مثلا 50 60%، بس حاجه كده بتغير الشكل عندي. ايه يا توتو؟ ماشي يا ماما. بس كده خلاص بقى الفيديو بقى بتاعي يكون خلص معاكم. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تشجعوني باللايكات والكومنتات الحلوه بقى منكم اللي بتفرحني جدا جدا. اسيبكم بقى في حفظ الله، ما تنسوش الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسيبكم في حفظ الله، مع السلامه.